القصة دي حصلت من 15 سنة. عارضة أزياء عندها 16 سنة من أصل إندونيسي أمريكي، اتجوزت الأمير عنده 30 سنة من كالانتان. في البداية الزوجين كانوا باين عليهم السعادة رغم فرق السن الكبير، بس بعد سنة واحدة من جوازهم العارضة الصغيرة هربت، وده عمل فضيحة كبيرة في البلد، واللي كشفته بعد كده هيصدمك فعلا. ليه ما نهارة هربت من جوزها؟ وحياتها بقت عاملة ازاي من وقتها؟ اتفرج على الفيديو كامل عشان تعرف. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتضغط على الجرس عشان يوصلك إشعار أول ما أنزل فيديو جديد. يلا نكمل. أفراد العائلة الملكية في كلينتان دخلوا في جوازات كتير من ستات جميلات وعارضات أزياء. مثلاً أخو الأمير محمد فكري، الأمير محمد فايس، اتجوز واحدة سويدية جميلة جداً في سنة 2019. فايس كان عنده 45 سنة وقتها، وهي كان عندها 32، ودلوقتي عندهم ابن. مثال تاني هو الابن الأكبر في العائلة سلطان محمد الخامس، اللي تجوز واحدة روسية اسمها أوكسانا فوفودينا. كان بينهم فرق سن كبير، كمان هو كان عنده 49 سنة وهي كان عندها 26 وقت جوازهم. أوكسانا كانت عارضة أزياء وملكة جمال، لكن السلطان طلقها بعد سنة واحدة بس، وده عمل فضيحة عالمية، لأن أوكسانا كانت جابت ولد أثناء جوازهم، لكن السلطان رفض يعترف بالطفل وسبهم. الفضيحة دي جذبت انتباه الإعلام في كل العالم، بس القصة اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده عملت فضيحة أكبر بكتير في وقتها. مانوهارا أديليا بينو اتولدت يوم 28 فبراير 1992 في جاكرتا، إندونيسيا. باباها جورج مانس أمريكي وكان شغال مهندس، ومامتها ديزي فاجارينا إندونيسية. اتطلقوا وهي عندها سنتين بس، ومن ساعتها وهي عايشة مع مامتها. مانو قضت سنينها الأولى في فرنسا قبل ما ترجع لأندونيسيا سنة 2006، وبسبب أصولها المختلطة كان عندها جمال ملفت للنظر. لما كان عندها 14 سنة اكتشفها مكتشفو المواهب وبقت عارضة أزياء، وبالتدريج بقت مشهورة، وحتى مجلة هاربرز بازار إندونيسيا سمتها واحدة من أهم 100 ست في إندونيسيا. في ديسمبر 2006 ولما كان عندها تقريباً 15 سنة اتعزمت من نائب رئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق على عشاء في كوالالمبور، وهناك قابلت جوزها المستقبلي. الأمير محمد فكري هو واحد من العائلة الملكية في كلانتان، هو ابن السلطان إسماعيل بيترا اللي كان السلطان الثامن والعشرين لكولانتان قبل ما ابنه الكبير السلطان محمد الخامس يستلم الحكم في 13 سبتمبر 2010. الأمير فكري اتشد لمانو على طول، مع أنها كانت صغيرة جداً، جمالها ساب أثر كبير في كل الناس. بعد كده الأمير فكري كان بيقابلها كتير وقال لمامتها أنه عايز يتجوزها. في يوم 17 أغسطس 2008 عائلة مانوهارا اتعزمت على قصر كلانتان وتعرفوا على السلطان ومراته وقتها. في البداية الجوازة واجهت عقبات عشان مانوهارا كانت لسه مكملة 16 سنة وما كلش فيه جواب من السفارة الإندونيسية المحلية، بس في الآخر الجوازة حصلت رغم فرق السن الكبير. الفرح كان بسيط وحضروا العيلة القريبة والأصحاب. بعد الفرح مانو أخذت لقب تشيتشيبون وبقت جزء من العيلة الملكية في كالانتان. مانو راحت مناسبات كتير مع جوزها وكان الناس بيحبوها جدا. في الأول كانت باينة سعيدة قدام الناس، لكن ورا الأبواب المقفولة كان الوضع مختلف. بعد شهرين بس من الجواز مانو حاولت ترجع بيت أهلها وقالت إنه جوزها كان بيعاملها وحش، بس ما حدش صدقها ورجعوها تاني للقصر. وبعدين الأمير فكري حاول يقنعها تفضل، اشترى لها عربية وخدها هي ومامتها على السعودية علشان يعملوا عمرة. ولما رجعوا الأمير فكري خد مانو معاه على ماليزيا وما خلاش مامتها تروح معاهم. لمدة 9 شهور بعد كده مانو كانت محتجزة في أوضتها في القصر، وكانوا بيحقنوها بمهدئات كل ما بتشتكي، وكمان حقنوها بدواء عشان تحملي بسرعة. الدواء ده عبارة عن هرمون ممكن يخلي الناس يزيد وزنهم بسرعة في وقت قصير. مانو كانت بتتعرض لسوء معاملة يومي، وكانوا بيعذبوها لو ما كانتش باينة سعيدة وهي بتحضر المناسبات الاجتماعية مع الأمير فكري. حاولت تهرب كذا مرة بس عمرها ما قدرت.
بس في مايو 2009 أخيراً جات لها الفرصة. والد جوزها سلطان إسماعيل بترا تعب وراحوا معاه سنغافورة علشان العلاج. في الوقت ده الأمير فكري كان مشغول بأبوه المريض وما كانش عنده وقت لمانو، فاستغلت الفرصة وشغلت جرس الطوارئ في أسانسير فندق في سنغافورة، وده جاب رجال الأمن اللي سمحوا لها تهرب. وبمساعدة السفارة الأمريكية مانوهارا وصلت لمطار شانغي ورجعت لإندونيسيا بنجاح. ولما القصة بقت معروفة للناس عملت فضيحة كبيرة وسببت توتر في العلاقات بين البلدين. ومن خلال مؤتمر صحفي مانوهارا ووالدتها كشفوا حقائق صادمة كتير. أنا تعاملت زي الحيوان، أنا كنت ملكه، كنت في أوضته وكل ما يحب يلعب معايا يدخل الأوضة ويلعب معايا. أنا كنت زي غرض. مانو قالت كده. التحرش والاعتداء الجنسي كانوا زي الروتين اليومي بالنسبة لي، وكان بيعمل كده كل مرة أرفض فيها العلاقة الجنسية. وأضافت هي كمان كشفت إنه اغتصبها حتى قبل ما يتجوزوا وما قدرتش تقول لحد. مع ذلك الأمير أنكر كل الاتهامات وادعى إنها سابت البيت بإرادتها، واتهم والدتها إنها أثرت عليها علشان تلفق قصص عنه. في يوليو 2009 رفع قضية ضدها في المحكمة الشرعية الإسلامية في ماليزيا، وفي 13 ديسمبر كسب القضية. المحكمة أمرت مانو ترجع لجوزها وتدفع دين قيمته 1.8 مليون دولار اللي المفروض إنها استلفتهم منه. بس مانو عمرها ما رجعت ماليزيا ولا حضرت جلسات المحكمة. القضية اللي فخري رفعها كانت في بلده ماليزيا اللي عنده فيها علاقات سياسية قوية ونفوذ كبير. عشان كده لو مانو كانت رجعت ماليزيا أو ظهرت في المحكمة كانت هتخاطر إنها تتسجن تاني وتتحرم من حريتها. فعشان كده كان من الذكاء والحكمة إنها ما تحبرش. وبعدها بفترة قصيرة الاثنين اتطلقوا رسمياً، ودلوقتي عدى تقريباً 15 سنة من وقت الفضيحة. مانو عندها دلوقتي 32 سنة وبقت ست أقوى. رجعت تاني لدراستها وكملت شغلها كعارضة أزياء. لما اتجوزت وأنا صغيرة كده واجهت تحديات كتير، بس أنا ممتنة إني وصلت للمكان اللي أنا فيه دلوقتي. قالت أنا ممتنة إني نجيت. النهاردة أنا بصحة كويسة وقادرة أشتغل هنا في بلدي لحد ما أحقق أهدافي. أضافت مانو كمان ناشطة في مجال حماية الحيوانات والبيئة، وبتساعد في إنقاذ وتأهيل الحيوانات المصابة أو اليتيمة أو المهددة بالانقراض، وبتحافظ على الحياة البرية والموائل الطبيعية. هي كمان نشيطة على إنستغرام وبتتعاون مع ماركات أزياء ومصممين وشركات مستحضرات تجميل. هي شكلها أسعد وأجمل من أي وقت فات. من ناحية تانية الأمير فكري فقد لقبه في سنة 2010 بعدما تشك في تورطه في إطلاق النار على حارس أخوه الشخصي. قصة مانو بتوضح إنه كونك زوجة أمير مش حكاية خرافية. في الحياة الواقعية الجواز من العيلة الملكية ممكن يكون مخيب للآمال وحتى كابوس. إيه رأيك في القصة دي؟ شاركينا رأيك في التعليقات. وبكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايزة تشوفي فيديوهات زي دي تاني ما تنسيسي تعملي لايك تحت كنوع من التقدير. ولو لسه مشتركتيش أكيد هتحبي تشتركي. اشتركي في قناتي وفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول ما نزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفك في الفيديو الجاي.